منزلين هم زبدة ومنزلين سمنة، يعني كل حاجة موجودة. اللي بيحب السمنة ونسايحة موجود، واللي حابب زبدة موجود، كل حاجة موجودة. والزبدة ديت اللي في العلب ديت ممتازة، تقدري تسافري بيها. يعني بصوا ما تخافيش منها لأنها محفوظة آليا زي ما انت شفتيها كده من المزرعة عليكي على طول. الفطير المشلتت اللي بيدفي البيت وبيفكرنا بريحة الحبايب، النهاردة هنعمله بكل سهولة، بدون فرد، بدون توريق، بدون أي مجهود. شايفة الجمال، شايفة السخونية، هيدفي البيت ولا مش هيدفي؟ لو 50 فطيرة هتعمليهم بسرعة الصاروخ، هتعملي أحلى فطير. وهقولك على الأسرار اللي هتخليه طري معاكي بالشكل دوت زي ما انت شايفة كده. بصي مولع، مش قادرة أقولك على جمال الفطيرة وطراوتها وحلاوتها. اوعي تاني تقولي ان الفطير بتاعك بيفشل، لو عملتيه بالطريقه دي ناجح معاكي من اول مره. تابعي معايا الفيديو النهائي عشان اقول لك كل الاسرار اللي هتخليكي تعملي احلى فطير. يلا بينا نبدا ونشوف عملنا وصفه النهارده ازاي. معايا نص كيلو من الدقيق، نزلت عليه بمعلقه صغيره من الملح وكوبايه ونص من الميه. اهم حاجه يا جماعه بقى، اول سر معانا هو نوعيه الدقيق. اختاري نوعيه دقيق يكون له عرق قوي، لان نوعيه الفطير هي اللي بتخلي الفطير بتاعك معضم او طري. وبرده كميه الميه كوبايه ونص مناسبه جدا لنص كيلو دقيق. عجنتهم كويس جدا، سواء تعجني على ايدك او تعجني في العجان، المهم تبقى العجينه معاكي طريه بالشكل ده. بالنسبه بقى للطعم الجميل بتاع الفطير، بنستخدم زبده بيورلاند الحلوب. زبده يا جماعه جميله جدا، في منها الفاكيوم، في منها العلب اللي شفتوها دي لاول مره في مصر. العلب دي نازله زبده مش سمنه، مغلفه آلي، حاجه كده نظيفه، حاجه امنه على الاكل وعلى الولاد. هستخدم من الزبده، هعمل بيها الفطير. بصوا نوعيه الزبده بتسيح تحت ايديك ازاي وبتلمع، ما فيهاش اي جليطه، ما فيهاش اي دهون. حطيت عليها كده حوالي معلقتين من الزبده. نص كيلو دقيق بياخد 125 جرام من الزبده. قلبتهم مع بعض بالشكل ده، يا دوبك كده بس الزيت عشان يطري لي السمنه بسرعه لان الجو برد. وبرده هعمل لكم فطيره تانية بدون زيت، بالزبده بس. طبعا سبت الفطيره بتاعتي ريحت او العجينه بتاعتنا ريحت، وابتديت افردها. تفرد معايا بكل سهوله، ده عشان الميه بتاعتها مناسبه وعلشان نوعيه الدقيق. نوعيه الدقيق مهمه جدا زي ما قلت لكم، ده شيء مهم عشان الفطير بتاعي ما يقطعش، يفرد معايا بكل سهوله. فردتها بالشكل ده، واخدت بقى كده سمنه. انا هفرد لكم بطريقتين، هنعمل الفطير النهارده بطريقتين. دي اول طريقه، حطيت كميه زبده بتاعتي على الفطيره كلها. شايفين الفطيره فردت معايا ازاي بكل سهوله؟ ده عشان نوعيه الدقيق، وان هي كمان اتعجنت كويس، واخده كميه ميه مناسبه. الحاجات دي مهمه جدا، ما تقلليش كميه الميه عن الكوبايه ونص. بعد كده هجيب هنا قطعه البيتزا، وابتدي كده اخد من الجوانب وانزل الجزء ده، وافردي بقى كده وانتي بتشدي الاطراف عشان تتنيها على الطرف الاخر. شديها وافرديها، ده بيعمل لي توريقه حلوه قوي بدون مجهود، بدون بقى ما نعمل 50 فطيره ونحطهم فوق بعض، وبيبقى مجهود وتعب جامد جدا. لكن كده بتعملي توريقه جميله جدا زي اللي شفتوها في اول الفيديو وبدون ادنى مجهود. اهو بصوا بكل سهوله كده نروح شادين الاطراف وننزل بالجزء على باقي الفطيره. بصوا بسرعه الصاروخ تعملي احلى فطير. بعد كده دي الصينيه هدهنها دهنه كده بسيطه من الماده الدهنيه بتاعتنا، الزبده على زيت، وهبتدي احط فيها الفطيره. بس كده هبتدي بقى كده الم الجوانب علشان تديني فطيره مدوره، وهسيبها تريح حوالي نص ساعه علشان تفرد معايا بكل سهوله. وهغطيها بالبلاستيك ريب او اي كيس من اكياس التلاجة عشان ما تنشفش مننا. تعالوا بقى هنعمل التانية. الاولى عملتها بالزبده الجاموسي، والتانية حبيت اعملها بالزبده الباري عشان اجرب لكم نوعين الزبده، علشان قلت لكم في اخر فيديو نزلت فيه الزبده والسمنه. منزلين هم زبده ومنزلين سمنه، يعني كل حاجه موجوده. اللي بيحب السمنه تكون سايحه موجود، واللي حابب زبده موجود، كل حاجه موجوده. والزبده ديت اللي في العلب ديت ممتازه، تقدري تسافري بيها. يعني بصوا ما تخافيش منها لانها محفوظه آليا زي ما انت شفتيها كده من المزرعه عليكي على طول. هنا بقى الزبده الصفراء حطيتها كده بالشكل ده. املي بقى الكميه كلها، قلت لك لكل فطيره. ده على فكره يا جماعه ده نص كيلو دقيق تاني، يعني انا عملت كميه تانية عشان اعمل لكم الفطير دي. العجنه اللي انا عجنتها نص كيلو دقيق ده لفطيره واحده، وده كان نص كيلو تاني انا كنت عملته. طبقت بقى بالشكل ده، بطبق كده بقى مش رول، بطبق كده تطبيقه مربعه شويه، زي عامله كده زي الشريط، وببتدي الفها بالشكل ده. سهله جدا الطريقتين، مفيش اسهل منهم. برضو بحطها في الصينيه بتاعتي وبغطيها، بحط كده مسحه كده من من الماده الدهنيه بتاعتي. بعد ما استريحت حوالي نص ساعه
شايفين بتفرد معانا ازاي بكل سهولة. وحطيت بقى من الزبدة الجميلة بتاعتنا كده على الوش عشان تدي طعم حلو تديها لون جميل. الزبدة برضو يا جماعة هي اللي بتدي لون حلو سواء للحلويات او للفطير، بالذات الحاجات دي نوعية الزبدة هي اللي بتديكي لون حلو للحلويات والفطير بتاعك. حطيتها كده على الوش كده بالشكل ده. استمتعي بقى بأحلى فطير مشلتت بسرعة الصاروخ. تعملي ولا 50 فطيرة هتعمليهم. بالنسبة للتسوية، التسوية مهم جدا. بشغل النار على أعلى درجة حرارة، بحطها في الرف الأوسط، ما تفتحيش عليها قبل 10 دقايق علشان تديها مساحة وإن السخونية بتاعت الفرن تنفخلك الفطيرة. شايفين الفطيرة بتاعتنا نفخت وجميلة ازاي. ببتدي بعد كده ان انا افتح عليها بعد 10 دقايق هلاقيها نفخت بالشكل ده. الفها عشان تاخد لون موحد، متبقاش جنب اخد لون والجنب التاني لسه. بعد كده ان انا ببتدي اشغل عليها الشوايه عشان تاخد اللون الجميل ده. لما بلاقيها اخدت لون من القاعده ابتدي اشغل عليها الشوايه. ولو عايزاها طريه زي اول واحده دي الاولى دي انا حبيتها طريه فغطيتها بالاكياس او بفوطه تغطيها هتطرى معاكي. لكن التانية اللي واخده لون زياده شويه دي سبتها كده كريسبي زي ما هي. اللي بيحب الحاجه كريسبي يسيبها زي ما هي، ما يحطش عليها لا فوطه ولا كيس ولا اي حاجه. اللي عايزاها طريه وجميله كده بالشكل ده يحط عليها الكيس. واستمتعي بقى باحلى فطير طعمه جميل جدا طري زي ما انتم شايفين كده. اهي دي بصوا دي اللي منفوخه اللي لسه مقرمشه معلهاش اي حاجه خالص، دي لسه خارجه من الفرن. التانية ديت برضو بصوا طريه طراوه يا جماعه جميله جدا. بصوا نفتحها كده بصوا ملهلبه مولعه بقى. شوفوا بقى الجمال وشوفوا الدخان بقى، حاجه كده تدفي يا جماعه. دفي بيتك واعملي الفطيره الجميله ديت. بصوا خطيره، ريحه وطعم وطراوه ولا اروع حقيقي. دفي بيتك وقومي حالا اعمليه بسرعه الصاروخ هتعملي ولا 50 فطيره حقيقي. الفطيره حقيقي مولعه مش عارفه امسكها. بصوا شايفين التوريقه بدون مجهود بدون فرد بدون توريق. ده يا جماعه مش توريق خالص. التوريق ان انا بعمل يجي كده بتاع 12 فطيره 15 فطيره وافردهم واحطهم فوق بعض وبين كل واحده والتانيه طبقات سمنه، ده التوريق. لكن اللي احنا عملناه ده بصوا اداكي طبقات ازاي وبدون ادنى مجهود. بالنسبه للزبده لو حابين تعملوا اوردرات للزبده هسيب لكم رقم الواتس في التعليقات.